تطورات رحيل وسام ابو علي عن النادي الاهلي. كل الطرق تؤدي الى رحيل وسام ابو علي مهاجم الاهلي. هذا هو حل المهاجم الفلسطيني الذي تألق بقميص المارد الاحمر لمده موسم ونصف قبل ان يقرر الرحيل خلال الصيف الجاري. هل هناك فرص لبقاء وسام ابو علي في الاهلي؟ الاجابه لا تتعدى ال1%، واللاعب اصر على طلبه في الرحيل وتحدث مع مسؤولي النادي الاهلي لتنفيذ طلبه. اداره النادي الاهلي رفضت في البدايه رحيل وسام ابو علي، واعلنت ذلك في بيان رسمي قبل ان تتراجع عن قرارها بسبب ضغوط اللاعب ووكيل اعماله، حيث تحدث الثنائي كثيرا مع مسؤولي النادي للسماح برحيل اللاعب للاحتراف. لماذا يصر وسام ابو علي على رحيل في الموسم الجاري؟ الاجابه هي اسباب ماليه في المقام الاول. في العروض المقدمه له مغريه للغايه، حيث عرضت عليه بعض الانديه عرض مالي يصل الى 3 مليون و500 الف دولار، فيما يحصل اللاعب في النادي الاهلي على مليون دولار سنويا تقريبا او اقل من المليون دولار. بسبب تألقه في النادي الاهلي، هل عرض الاهلي تعديل عقد اللاعب لاقناعه بالبقاء؟ نعم، برغم تعديل عقد اللاعب مع نهايه الموسم الماضي ورفعه من 700 الف دولار الى مليون دولار سنويا، الا ان الاداره الاهلاويه عرضت على اللاعب مره اخرى تعديل عقده لاقناعه بالبقاء، لكنه رفض